كان الهدف من الفلوجز ان انا اجمع ناس حواليا. فلسطين. انا هاي تاني مره اجي على السبيس. بس الفكره في ان انا اخترت استبرق. الحاجه اللي اكترنا متجمعين عليها دلوقتي هي شكرا حسن. اول شيء خالص بدا يعمل ايه؟ بدا المؤاخاه. المستبرق عامه من الاول بتمثل لي البقعه المضيئه في وسط هذا العالم الفاكسان بجد بقى. واللي وقع الفلوج او خلاه مش مستمر بسبب بس ان احنا جمعنا عن طريق الكوميونتي اللي حضرتك عملته مثلا. اكيد الوضع ده بيخلي الواحد يبقى متاكد من زي ما كان. انا لقيت ده جدا في الكوميونتي. كان كل همي بعديها ان انا عايز اكون صحبه. في مشكله ظهرت عندي وهي مشكله تعظيم الاشخاص عموما يعني. انت ما بتقلدش الشخص نفسه، انت بتقلد او بتاخد الافكار المناسبه ليك كونك راجل مسلم بمبادئ معينه. لما دخلت الدعوه اللي عليك بقى مسؤوليه عن مسؤوليه اللي قاعدين. استبرق تستاهل ان انا اعمل كده. ما بالك انت لو قاعد دلوقتي هنا في الدنيا مبسوط وسعيد باللمه دي كلها. الشاب الصغير اللي في المسجد بيسالك على حاجه، اخوك الصغير، اختك. التحول ممكن تبقى تحت رجلك وانت مش حاسس بيها. انا عارف ان انا بتسامح. واو السيلفي ستيك بقى اخر مع العدسه الموبايل صور. انا رايح مشوار الاول، بعد كده ان شاء الله رايح النهارده الثانويه بتاع استبرق ان شاء الله. واحد صديقي لسه متعرف عليه اسمه عمر كان عامل لي كومنت على فلوج ان هو لقاني يعني بروح استبرق ومش عارف ايه وبتاع، فهو طبعا من الكوميونتي فعمل لي كومنت، طلع معايا في نفس الكليه، فهو اللي قال لي تعالى معايا. ما كنتش عاوز اروح الصراحه عشان مزنوق جدا ومضغوط في الكليه يعني، بس بما ان يوم جمعه وبتاع فقلت يعني الساعتين دول يعني ان مش شغال فيهم العالم، فقلت اروح يعني. بس انا رايح مشوار الاول بعد كده هقابله هناك، يعني هروح مشوار بعد كده هقابله هناك. الصلاه على الابواب بس كده. دخلت الكاميرا مش جايباني طبعا. دخلت صليت انا على الطريق عشان ايه ما لقيتش جامع، فبس كده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصلت للسبيس الحمد لله، بس مفيش ركنه، شكل مفيش ركنه خالص، شكل مفيش ركنه خالص. فربنا ييسر ونلاقي ركنه عشان انا ما اتسوحش. ركنت بس الحته اللي انا كنت فيها لقيت فيها سايس، اول مره الحته دي الاقي فيها سايس يعني. بس احنا كده عاوزين حاجتنا، موبايل مش عارف ايه، مفيش حاجه تانية، محفظه قشطه يعني، قشطه نتوكل على الله يعني. ماشي يا باشا، انا هنا ماشي، انا قدام هنا، انا عندي البنك ده، خلي بالك. الساعة اساسا انا عاوز الحق صلاة المغرب
لان المغرب اذن من 10 دقايق كده، مش عارف اكيد صلوا يعني. هو الجامع قفل ولا لسه فاتح؟ المسجد قفل ولا لسه فاتح؟ مسجد زحمه. ازاي بتعمل ايه؟ كنت في الحته دي ان هو لو حد ركز هيبقى معبر عني قوي على مش عارف كده ظابطه ولا ايه. الدنيا زحمه جدا جدا جدا، مش عارف اعمل ايه الصراحه، بس الدنيا زحمه جدا جدا جدا. المحل والسبيس زحمه جدا. مش عارف اشتري هدوم بقى ولا ايه يعني. شكلي هقف اشتري بعد كده ايه نبدا نفلوج. اول حاجه كمان عامل ايه؟ الحمد لله تمام. فينك يا عم؟ بقالي فتره ايه وانت خلصت الكورس؟ انا خلصت ما بقتش كده، مزنوق امتحانات والله. ربنا يعينك. انت كليه ايه اصلا؟ انا في هندسه متبهدل والله، متبهدل جدا. انت عامل ايه؟ بلوج؟ انا بفلوج، انا جاي بفلوج بس لسه جاي حالا فمستغرب، لسه مخضوض شويه. اشرح لك. ده يا باشا انت اول مره تيجي اصلا ثانويه استبرق؟ انا اول مره يجي. ماشي بص يا صديقي، هو بيبقى يوم في السنه، ف يعني الناس بقى اللي هو الكوميونتي بتاع استبرق بيتجمعوا في مكان عشان خاطر بيبقى حازم موجود. انا فاهم ده، انا فاهم، بس مش انتوا مقسمين اليوم ازاي؟ انت متربي من المنظر عشان هو كده. ما هو الناس في ارض الواقع ما بتجيش هي غير مره. ايوه هو اليوم بيتقسم على 3 ايام، فهتلاقي برضه في ناس ثانيه بكره وبعد، بس اول يوم بيبقى هو اول يوم عشان جمعه اساسا ممكن. طب انتوا مقسمين يعني في سيلز مثلا على الهدوم او كده؟ في سيلز على الهدوم. تعالى كده. يعني كل مرة رغم ان دي يمكن خامس مرة نتقابل فيها، في ناس فيكم يعني أول مرة تيجي، وفي ناس أول مرة؟ أوكي. في ناس أول مرة تيجي، في ناس خامس مرة تيجي. دلوقتي مثلا حازم انت تروح دلوقتي مع الناس، فانت ممكن تروح. هو ساعتها برضه الخامس مرة دي اللي هو من ساعة ما فتحنا المحل اللي هو قريب من هنا في مدينة نصر برضه، بس هي استغرق من 2013. فأنا بقول أنا مش عارف انتوا جايين ليه، عشان كل مرة بتفاجئ اللي هو الناس دي جاية عشان ايه فعلا؟ يعني هل هم مؤمنين بحاجة؟ هل هم جايين يشوفوا صحابهم؟ هل هم جايين كانوا زهقانين فجم؟ في ناس جاية من محافظات. الحوار كل مرة بيجي فعلا يعني. اللي هو أنا ساكن قريب ما كنتش جاي، فاللي هو انتوا جايين يعني حاجة كبيرة جدا فعلا يعني. فدي الحاجة اللي أنا حسيت إنه الحتة بتاعت البحث عن النفس دي مثلا. طبعا الحتة بتاعت نشعر إننا غرباء دي دايما يعني الواحد دايما بيحس ان هو غريب، بس لما بيقعد في وسط ناس غريبه برضه بيحس ان هو مش غريب قوي، وخصوصا لو الناس دي شبهه شويه. اكيد كلنا مش شبه بعض، بس اللي بيجمعنا انا متخيل انه حاجات معينه كده، اللي هو ايه، لما العالم كله يتكلم عن مثلا الاحتفال بالكريسماس مثلا، بما ان الحلقه لسه نازله امبارح، احنا مش محتاجين نقعد نقنع بعض ومش عارف ايه، ويعني احنا عارفين الحوار. ممكن نبتدي نتكلم من بعد كده، نتكلم في حاجات افكتيف اكتر، حاجات مثمره اكتر. فده اللي انا بحس ان هو بيجمعنا. كل دي ارائي، انا عايز بعد كده اباصي المايك ليكوا، اعرف منكم كل واحد جاي ليه. انتوا جايين ليه؟ ان انا جاي مثلا عشان اقول لك شكرا. الفيديو اللي كنت حسن كان تقريبا من 2-3 ده، حاليا كلنا المفروض نقول شكرا حاجات كتير بقى ساعدتنا فيها، سكيلز، معلومات، تثبيت في اراء في وقت معين. فهي الحاجه اللي اكترتنا متجمعين عليها دلوقتي هي شكرا حسن. ساعدت في حاجات كتير، ممكن اكون مش عارف ارتب كلام دلوقتي اقوله، بس من شويه يعني مثلا انا كنت تحت ومعايا صاحبي، فهو كان لسه فوق وانا تحت. فانا اول ما طلعت له قلت له انا شفت حازم تحته، اتصورت معاه وقلت له كل الكلام اللي انا كنت عايز اقوله له. قال لي يا الدرجه دي؟ طب انت مبسوط كده؟ طب احنا في الاول عايز اقول لك كلمه، هو حد هنا ما بيحبش حازم؟ طيب كلنا مجمعين ان احنا موجودين هنا عشان بنحب حازم في الله، يعني بنحبه في الله. فهو قال لي يعني انت دلوقتي جاي ومبهر كده قوي بان انت شفت حازم، فبالك لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم.
فزي ما قلت لك تحت ان انا مش متخيل، فالحاجه ديت يعني خلتني واستوقفتني ان انا اقف اكتر. فدلوقتي ممكن السبب اللي خلاني نيجي اول حاجه ان احنا حبيناك لله، ساعدتنا في حاجات كتير بفضل الله ولا نزكي على الله احدا. تاني حاجه اعتقد ان هي الحب في الله، انت ساعدتنا ان احنا نحب الله ونحب النبي الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. بس كده شكرا، ما طولتش. انبسطت جدا صراحه. انا حاسس ان ده كفايه اصلا، يعني فكره انه في حد. هو بدران هنا؟ فين بدران؟ بس في حديث كنت عايز اقوله ونسيته لا عايز. طيب ده احمد بدران، واحد من اعز اصدقائي يعني، ومن الناس اللي بتفرق معايا جدا في ان انا ارجع ارتب افكاري معاها وبتاع. يعني انا بس هرجع له ان هو يتكلم بعد اذنكم يعني. وهكذا يعني. وده بيدل ان من اكثر او من اجل معاني الاسلام بشكل عام اللي احنا محتاجين نكون دايما بندركها ودايما بنحاول نعيشها ما بيننا وما بين بعض، هي فكره الاخوه في الله عامه. ان انا يبقى ليا اخ حقيقي في الله. اخ في الله ده يعني مش اللي هو بقعد بس اقول له بحبك في الله وبحبك في الله والكلمتين دول خالص مش دي فكره. الفكره ان هو لما بيحتاجني اول حد بيجي على باله هو انا. فبالتالي دي من اكتر الانديكيتورز او المعايير اللي انت على اساسها بتقول ده اخويا حقيقي في الله عز وجل. الحديث اللي كان حازم بيقوله هو عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى فارصد الله له على مدرجته ملكه، يعني على الطريق كده بتاعه ربنا سبحانه وتعالى حط له ملك مخصوص. فلما اتى عليه قال اين تريد؟ رايح فين؟ الملك هو اللي بيقول للشخص اللي رايح يزور واحد ده، قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القريه. قال هل لك عليه من نعمه تربها؟ يعني هل انت مثلا ليك فضل عليه بشكل معين مثلا؟ قال لا، غير اني احببته في الله عز وجل. فالملك بقى قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه. بتبسط جدا لما حد يقول لي احنا جينا والسنه اللي فاتت والسنه دي جايين مع صحابنا اللي احنا اتعرفنا عليهم السنه اللي فاتت. فالمعاني دي اصلا يعني الناس بقى اللي بتقعد تقول فين الصحبه، هنعمل ايه، فين الناس اللي نلاقي ناس فين، مين اللي بيصور بفلاش؟ ايه ده؟ الكاميرا دي من الثمانينات ولا ايه؟ مكتوب ايه؟ انت اللي بتصور. انا اسف معلش. ده المصور بتاعنا يا جدعان عادي. فخلوا ده دايما في دماغكم، يعني خلونا ننمي عندنا مهاره، وهي ان انا اشوف حد احس ان هو شبهي شويه اوقف واتكلم معاه فعلا، يعني اللي هو ازيك عامل ايه اسمك ايه عادي. يعني الحوار ما فيهوش اوكوردنس ولا بتاع ولا الناس يعني احنا اصلا جايين هنا ايفنت سوشيال، فعادي جدا ان انت توقف حد تقول له انت ما جبت السويتشيرت ده ليه مثلا؟ اشمعنى اخترت ده مثلا؟ يعني انت شكلك طويل، انت بتلعب باسكت مثلا، يعني اي حاجه يعني. انا اسف يا زياد. اصل زياد لو حد فاكر سمع البودكاست انا كنت قلت ان في واحد صاحبنا اتصاب، فهو ده. نايس. مين تاني عايز يقول؟ انا اسمي محمد غزال، الناس ينادوني غزال اكثر. فلسطيني. انا هاي ثاني مره اجي على السبيس. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عشان متوتر بس. اول ما عرفت حازم كان كنت بتابع دكتور عبد الرحمن ذاكر، فهو كان بيحكي عن الفقه النفسي والكيف انه انت تعتز بدينك. فدكتور عبد الرحمن ذاكر قوي جدا، تمام، واللغه تبعته شويه اللي هو انت بتحس بهزق فيك، مش يعني انا عايز حد قريب مني، يعني انا عايز حد بيحكي في الدين وبيحكي في الشغلات اللي انا بعيشها يعني كلها بمر مثلا انا مش فاهم شغله في الدين، فعايز افهمها من حد قريب مني اللي عايش تجاربي واعطاني نصيحه، مش عايز اسمعها من شيخ. فبعدين بدات اسمع البودكاست تبع حازم، شوي كلام الرجل هذا عجبني فدخل مخي. بعدين يا شباب شوف الرجل هذا ايش بيحكي، اصحابي يعني بحكي لهم. طيب شوي بعدين انه مثلا مره اكون عندي مشاكل مع اهلي وزي هيك، اسمع حلقه عن بر الوالدين،
ف ماما انا اسف يتغير تفكيري كله بمجرد شويه كلام انا بسمعه وقريب من قلبي، يعني اللي هو الراجل هذا مش احسن واحد في الدين، او انه مش شيخ وملتزم وكذا، يعني بعيش الهموم اللي احنا بنعيشها، بس عرف ينتصر على حاله. حد عارف اللوجو ده بيمثل ايه؟ اتفضل. رقم 5 حلو جدا. 5 وبعدين شرطة. طب 5 بالانجليزي ولا عربي؟ الاثنين صح. نايس. انا اللي عامله. طيب مين تاني؟ بس الفكرة في ان انا اخترت استبرق لسه عارفاه من قريب، مش من بعيد. عرفته بسبب صحبة طيبة عرفتني عليه ودخلته، بصراحة ارتحت جدا بالكلام، ذوق، اسلوب طيب، جروب عموما، اي حاجة، الجروب الكلام عموما. اخترت المجتمع ده عشان حسيت فعلا ان الناس بتقدر بعض، الناس بتحترم بعض، بتحترم اراء بعض. لما حد يحب يقول وجهة نظر معينة او يقنع التاني سواء كان غلط او مش على صواب، بيقول له بطريقة لبقة وكويسة وجميلة، وبطريقة تخلي القلب ينشرح. من الحاجات اللي أثرت فيا طريقة اللبس، طريقة التفكير، وحتى طريقة الكلام. مين تاني؟ في حاجة مكتوبة في البوكلت، ضجيج الحياة، هي كلنا ضجيج العالم. ضجيج العالم ده أكيد مشكلة كل حد هنا، أكيد أي حد جه النهارده وبحس بيها. وزي ما أنت قلت الغرباء مع بعض هيبقى مش غريب قوي. فلو أنت في أي مجتمع بيبقى مش معاك ناس أنت حاسس إن أنت مش إن هم مش غريبين زيك، فأنت مش أقل غربة من بعض، الواحد بيبقى حاسس حاجة صعبة، لأنه بيبدأ يحس نفسه حلو، ودي حاجة غلط. حاجة غلط قوي لما بيبقى متأكد تماما إن هو فاضي، يعني أسوأ ما يكون بينه وبين نفسه، ويبدأ يحس في وسط مجتمعه إن هو حلو. طب ليه أنا شايف نفسي كده في حين المفروض ده يعني أنا وحش، وعارف متوقع إن أنا وحش، ومش تواضع ولا أي حاجة يعني. يعني أنت بتيجي هنا تحس إنك وحش؟ لا أنا حاسس، لا مش بحس إن أنا وحش، وأنا بقيت حاسس خلاص إن أنا إيه في وسط الناس اللي أنا معاهم هبقى حلو. يعني انت هو معنى الاخوه في الله ليه؟ ان لو هتفكر في الحديث مثلا هو ليه ربنا حب الراجل اللي حب اخوه في الله؟ لان اكيد الاخوه في الله دي مش هتوصل لنتيجه غير ان انتوا تمشوا مع بعض في طريق ربنا. فهو احنا لو هنمشي مع بعض في طريق ربنا كلنا، فدي خلاص لا الهدف والغايه ولا اي حاجه هتحصل في الحياه بعد كده هي مجرد ظروف محيطه هتخلص في وقت ما يعني ايا كان. وده اللي في وسط اصعب اللحظات بيخلي كل حاجه تعدي، لان خلاص الطريق سهل مع اي حد. ان انا وانا جايه دلوقتي حصلت حاجات كتير قوي عشان اجي، يعني موبايلي ضاع والله العظيم، بس قعدت الف عليه وكاميرات مراقبه وجابوهولي يعني في الاخر، وقالوا لي روحي، بس قلت انا هكمل وجاي. بعد كده ركبت عربيه وكان في ميت وصويب وحاجات بس كده. ونزلت العربيه وجيت قلت لا هكمل. انا اصلا بيتي ساعتين او 3 على المروح اصلا. كان في ميت فين؟ مش فاهم. كان رايحين له في العربيه اللي هناك دي، وسويت بقى كتير لحد ما يروحوا اصلا. اضطريت ان انا انزل اركب عربيه ثانيه، فحسيت ان انا يعني استبرق في ازاي اللي انا اعمل كده. والله دي كانت اشاره بس لا حياته ايه. الهدف من الفلوجز ان انا اجمع ناس حواليا عشان بعد كده اقدر ان انا اقعد اجيب كاميرا واتكلم فيها بشكل مباشر. فالناس اصلا بتبتدي بالفلوج المباشر ده، ان هو يجيب كاميرا ويقعد يتكلم، كل الناس بتبتدي البدايه دي. فانا الخطوه دي حاسسها متاخره جدا عليا، اللي هو انا كان المفروض اصلا ابتدي اقعد اتكلم عادي وبعد كده اقوم وبتاع. ف ده اللي انا ده عشان كده انا الايام دي حاسس ان هو ايه خلاص ما تيجي نقعد نتكلم بقى. عارف لما تروح تلعب مع حد وبعد كده ايه خلاص لقيتنا ومش عارف ايه، يلا نقعد نتكلم مع بعض. هو ده دي الفلسفه التعبانه اللي انا بتلاقيها. يعني في الكام شهر اللي فات عملت كذا فلوج ما بيجيبوش الفيوز اللي هو
انا ما اعرفش احنا بنتكلم في الموضوع ده ليه الصراحه. بص يا حازم، هو الاثنين حلوين وبيأثروا فينا طبعا، لكن احنا بس من الفلوكس اكتر. مش معنى كده ان الفيديوهات اللي انت بتتكلم لا جامده جدا واستفاد منها جامد، واحنا مفتقدين الشغلانه ما شاء الله. هو الكام فلوج اللي انت عملته الشهر اللي فات ده ما كانش فيه حاجه دعويه قوي، فعشان كده ما جابش بجد. انما الفلوجات القديمه كان بيبقى فيها الدعوه بتجيب فيوز فعلا. يعني كلنا اظن سمعنا كلمات الشكر وكلمات اسمها الحب اللي اتوجهت من ناحيه حازم والامتنان بالنسبه لحازم. طبعا ده كله حب في الله، غير يعني ممكن احنا شفنا 90% لسه جاي اول مره، فده تمام، ده مشكور. خصوصا فكره ان هو توجه من تمام، كان من الاول كان في 10% دعوه في اخر كل فيديو، 10% توجيه. يعني اظن كله عارف مثلا استاذ احمد ابو زيد واستاذ امير منير، فكله عارف الامثله دي، بس ده المثال اللي عرف يجمع الاثنين، فجمع الحب من اللي بيحب الاكشن او اللي بيحب حد عايز يبص عليه عشان ينظم وقته، او اللي بيحب اللي عايز يسمع حاجه تفيده، هو تايه وسط حاجه بتمشي بسرعه دايره. فانت دلوقتي بقيت محاط بمسؤوليه الاثنين، مسؤوليه اللي بيدور انه عايز اسمه ده ينظم وقته، ومسؤوليه انك بدات انك مثلا من سنتين مثلا من اول لقاء مع دكتور محمد الغليظ، كان بدات اللقاءات طويله واللقاءات فعلا مهمه. اول ما بتبدا تتعامل في الدعوه انت ما بتتعاملش مع الجلوس، انت بتتعامل مع فكره انك تبقى عندك المسؤوليه في زمن انك انت ما ينفعش كلمه نفر، يعني انت مش هتدخل المدرسه ممكن نتجمع تاني بعد العشاء ان شاء الله لو عايزين نعمل Q&A مثلا ولا حاجه. هو دلوقتي قاعدين هم في النص التاني، حازم كان بيدي توك كده وبيسأل الناس هم جم ليه يعني، فده اللي حاصل يعني. فكام لقطة اللي هينزلوا قبل الحتة دي فدي هيبقى كلام الناس. دلوقتي العشاء أذنت فهننزل نصلي ونكمل تاني، فاستنوا يعني، خليكم مكملين الفلوج عشان انا عارف انت زهقت، بس لا الفلوج جامد. شكلي ان هو انا كنت قلت النهارده وانا لا انا صور انا ده فيديو، بس انا قلت وانا جاي ان انا رايح اقابلكم، انت فاهم؟ فانتوا هم دول يا جماعه، ده عمر، ده عمر وعمر انا نسيت اقسم بالله، ده عمر اللي انا عرفته من النت، وده عمر عرفته من اسطبق، هو صاحبي في الكليه كنت بشوفه يعني، وانا ما بطلتش تنطيط بتاع ترفيه دايما. فاحنا اشترينا هدوم ودفعنا كتير جدا عشان احنا معانا فلوس واغنياء، بس فاحنا غنى النفس يا جماعه. هو دي هيكون حاجه تقريبا بنحس كده جوانا ان انا لازم اكون الشخص الجامد ده. لو هو كان حازم مثلا او كان شريف او ايا كان، بكون ان انا عايز اكون الشخص دوت. لا، خليك يوسف زي ما انت، بس انت تطور من نفسك، خليك تقدر ترد على اللي بيسالك على حاجه في البيئه اللي حواليك. مش شرط ان انت تكون جاي على كل الاسئله اللي في الحياه، الناس اللي حواليك، الشاب الصغير اللي في المسجد اللي بيسالك على حاجه، اخوك الصغير، اختك، ايا كان. فالواحد بس يحاول ان هو يطور من نفسه. انا ما عنديش كلام كتير اضيف في الكلام ده، بس هو ده اللي انا عايزك تتكلم فيه. عايز نتكلم انه هو ما عادش حاجه، مين اللي ورا اصلا مش سامعنا وبيسقف يعني؟ كلمه خلصت يلا. الشباب بيتكلم على حوار ان احنا بيقول كل شويه جمله ان احنا فكسانين. انا من وجهه نظري تماما ان مفيش حد فكسان طالما هو بيضيف للمجتمع بتاعه، حتى لو المجتمع بتاعه دوت لو شخص واحد، فانت برضو انت اثرت في شخص واحد في ان هو يكون افضل. يعني تتخيل مثلا ان انت مثلا وانت بتقول على نفسك فكسان او على اللي قدامك فكسان، ان هو اثر في واحد مثلا في يوم من الايام كان بيشرب مخدرات. انا بدي مثال ما بقولش على حد، ان هو بطل مخدرات، ماشي مع صحبه صالحه، تمام، من خلال ان هو بطل مخدرات اثر في الناس اللي هي كانت بتشرب مثلا مخدرات فهم بطلوا. فان انت وانت بتقول على نفسك فكسان او انت بتقول على غيرك فكسان، انت اثرت في واحد اثر في واحد، فانت بالتالي اثرت في مجتمع كامل. يعني انا واحد من الناس، انا كوني مصور، انا صورتي بتعيش، فانا الصوره ديت لو عملت فيها حاجه غلط انا هفضل اتحاسب على كل واحد اثر بالصوره ديت، ولو عملت بيها حاجه صح انا هاخد ثواب ان كل واحد شاف الحاجه ديت صح خد ثواب. نرجع لنفس نقطه المسؤوليه. لا عايز اقول لك بس على حاجه، هي عواطف داخليه جدا، فاهم؟ اقول لك على حاجه ليه بقى الشهره. بس الشهره بتعظم الصفات اللي اصلا عند الواحد.
فلو هو واحد اصلا نرجسي فهو هيبقى عامل زي كاني ويست مثلا، عارف؟ ما حدش عارفه مش مشكله، هو مش مشكله. اللي هو المغنيين والرابرز والمش عارف ايه وبتاع والناس السود اللي بيجيبوا مسدسات وتشينز ومش عارف ايه وحوارات زي دي. فالشهره بت ايه بتهايلايت كل الصفات. فلو صفاتك وحشه فانت كده هتدوس جامد جدا في الوحاشه. لو صفاتك كويسه فدي حاجه كويسه. والشهره النقطه بقى الثانيه بتاعتك انه بتخاف من الحاجات الوحشه ومش عارف ايه. الشهره برضو او ان الناس عارفاني بتخليني مثلا ان انا لو رحت اي مكان عام انا ببقى في الاغلب مدرك انه ممكن يكون في حد في المكان ده ممكن يبقى عارفني او شاف فيديو او مستني ان انا اعمل حاجه غلط عشان مش عارف يثبت لنفسه انه مش عارف ايه. فده بيخليني دايما كده اللي هو ايه، لو حد كسر عليا في احتماليه ان انا لو شتمته هيطلع اصلا عارفني، فاهم؟ يعني فبحاول احترم نفسي في الحوار ده. طيب حد عنده سؤال؟ كلنا مجتمعين مثلا على حب حازم بالله مثلا. وانا كلمت حازم قبل كده وقلت له ان ازاي الفلوجات اثرت فيا وازاي الفلوجز اثرت فيا وفي افكاري وفي نظريتي للحياه عموما يعني. بس في مشكله ظهرت عندي وهي مشكله تعظيم الاشخاص عموما يعني. ان مثلا في حد انا استفدت منه جدا او تابعته جدا بقيت بعظمه جدا، فكذا حد لفت نظري في الحوار ده. لما اروح مثلا اكلم حد عن حازم او عن مثلا احمد فريد ولا مش عارف ايه، وانا استفدت منه جدا وكل حاجه واثر فيا وفي افكاري في نظريتي للحياه، وده فاهم جدا في حياتي يعني ملموس، حاجه ملموسه. بس الفكره ان انا بقيت بعظم الشخص ده جدا وده ممكن ينسيني حته ماشي صوتي شويه. بعظم الشخص ده جدا، ده ممكن ينسيني مثلا ان هو انسان زينا بعظمه يعني، واخد حاسس يعني ببص له نظره انه مثلا ايه ما بيغلطش مثلا او واخده قدوه، بس هو واخد سكه ثانيه بقى يعني، مش واخد السكه ان انا واخد منه الحلو بس واسيب الوحش ومش عارف ايه، لا ده واخد سكه ان انا ماشي وراه خلاص، او ملاك او اي حاجه زي كده يعني. او انا بعظمه جدا وبحاول اقلده في اي حاجه مثلا او في اي حوار او اي كده، فكذا حد لفت نظري للحته دي، فانا حابب اسمع الكلام ده منك يعني. طيب هو انت لو ما ظبطتش الموضوع ده عندك فانت مسيرك تخيش في حاجه، يعني مسيرك تلبس في حاجه، يعني هتلاقي حد انت ماشي وراه وعملت حاجه ومش عارف ايه وبعدين هو اتفتن ولا ضاع ولا لقيت صفه مش عاجباك فيه، فالشخص ده زي ما كان جامد في يوم من الايام هيبقى ولا حاجه عندك في يوم من الايام، ودي غلط وده غلط ماشي. فانت بتاخد، مش فاكر امتى اتقال الكلام ده تقريبا، مش فاكر امتى اتقال، بس اتقال قدامي قريب انه احنا بناخد المثال بتاعنا من الشخص اللي مات مش الشخص اللي عايش. مش فاكر مين اللي قال كده يعني، عشان الشخص اللي مات خلاص مسيرته انتهت، فانت تقدر تاخد المثال على بعضه من غير ما الريسك بتاع ان هو في اخر حياته مثلا هيتفتن ولا الدنيا هتمش. حلو. فانا عشان الحته دي نضجت عندي شويه، اللي هو خلاص كلنا ومن معرفتي بنفسي برضه انه في حاجات انا كويس فيها وفي حاجات انا مفتون فيها او ضعيف فيها او مذنب فيها او عاصي فيها، فانا بسمح للي قدامي ان هو يبقى كده برضه. عارف؟ ده اول حاجه، اللي قدامك مش ملاك. انا كنت هقول كذا نقطه بس نسيتهم يعني مش مشكله. اللي انا عايز اقوله في الاخر انه من معرفتك بقى بالناس هتعرف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بقى هو ده اللي انت ايه تعظمه. عارف؟ من ان الناس ضعيفه وفكسانه ومش عارف ايه حازم مش عارف ايه وشريف معرفش ايه، الحاجات اللي باين فيها الحب اللي انت عايز تحبه للشخص ده وتعظمه له، ده عندنا كلنا. نعظم شخص اكيد، دي حاجه في الفطره، في حد كده عارف. وكان بيتقال انه كل الناس كل ما تعرف حد اكتر كل ما هتكتشف عيوب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم العكس بقى صلى الله عليه وسلم، كل ما تعرفه اكتر كل ما هتكتشف صلى الله عليه وسلم فيه مميزات.
انا كنت عاوز اتكلم في النقطه دي لان الجروب على الفيسبوك بتاع ستار كوميونتي بحس ان في اوفر جدا في اوفر في هو تعظيم الاشخاص عموما يعني ان بحس ان الموضوع مش واخد سكه ان احنا نحبه في الله وكده، لا هو واخد سكه اكبر من كده بكتير من كلام الناس طيب هو المفروض الادمن ما يقبلش الحاجات دي. عندك حق صح، عندك حق. بحسها جدا ما بقاش عارف اتكلم. صح انا بص انا بحبك فعلا على الدكتور تاني، بس انا دي نقطة كويسة، شكرا ان انت قلت ده. مش عارف الصراحة اقول ايه بالظبط، بس في حاجة دماغي كده كنت عايز اقولها. احنا كلنا يعني بنتجمع كل سنة، دي تقريبا 5 سنة بنتجمع، رب يكون دايما يعني. تهيألي كل الناس اللي بتيجي هنا جاية عشان سبب معين، تهيألي كلهم مبسوطين يعني، واكيد لو هم ما كانوش مبسوطين ما كانش حد جه بتهيألي يعني. فكنت عايز اقول ما بالك انت لو قاعد دلوقتي هنا في الدنيا مبسوط وسعيد باللمه دي كلها، فما بالك بمكان تاني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا قال عليه واعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاحنا كلنا قاعدين مبسوطين هنا، فما بالك بمكان تاني ربنا قال عليه كده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه كده. بس كنت عايز افكر ان احنا دايما لازم نفتكر دايما النقطه دي، وكل ما يحصل لنا مشكله او اي مشكله نقابلها في حياتنا نرجع دايما للخطوه دي او للنقطه دي من الاول، دايما يعني بتهيألي هتثبتنا شويه وهتقوينا شويه. بس كده. يتكلم مع الناس، عنده سعه الصدر دي برضه ايه، في نفس الورقه دي ممكن ناخد خط. بص انا استخسر لانش امي ده جدع في شيء لله، امي عماله تسالني حد معاك حد تكلم المنوفيه معاك. ايوه عارف اللي هي ايه؟ بس انا ابويا انفعل جامد ساعه ما قلت له واحد صاحبي معاه عربيه بيخاف فشخ. انا مش انت فاهم؟ يعني عارف احلى حادثه على عيالنا الصغيرين طالعين مش يا عم هي حاجه تخوف يعني، فاهم يعني. لو ابويا لو راكب مع حد، انا بسوق من سنين بقالي 6 7 سنين، ابويا قال لي لا مش قال لي لا مش عايزين ما اعرفش ايه اصورها وابعت في الواتس. احنا خلصنا يا جدعان الفلوج ده عمر وده عمر، يوم خطير، يوم فيه فلوس. انا عارف اكتب له بحبك يا حازم. شفت الحته اللي انا اتكلمت فيها فوق؟ بس هي ما عليهاش تراب فاحنا مش هنعرف. ايوه هي الفورد فوكس دي يا جدعان، الفورد فوكس تيتانيوم دي بتاع حازم. لا اصل من نفس حازم كان بيخبيها في الفلوكس. لا ما عرفتش ولا مره ان هي فورد. لا هي فورد فوكس تيتانيوم. فقشطه يا جماعه. انا كان نفسي اشوف جوع باص النهارده. ايه؟ كان نفسي اشوف جوع باص النهارده. هو مفيش ناس كتيره جت، انا بحب جوع باص. مفيش ولا ضيف جه تقريبا عشان كان في حد صاحبهم ابوه مات او كده. بالك الجمعه برضو انا كنت متوقع ان هو يبقى اهدى شويه من بقيه الايام. ايوه الفلوج ده ان شاء الله هينزل، هيبقى فلوج. انا وصلنا 14 دلوقتي، فده هيبقى فلوج 16 مثلا. فان شاء الله خير. بس احنا يا جدعان اتبسطنا جدا وانا اتكلمت كلمه حلوه جدا كان نفسي اتكلم. كانت رنانه بجد بذمتك مش كانت حلوه يعني، اتكلمت البوينت اللي انا بتكلم فيها. ايوه على فكره انا ما عجبنيش جروب الكوميونتي بسبب النقطه دي، ولحد دلوقتي انا متفق معاك جدا في نقطه تعظيم حازم. لا مش تعظيم، انا مش قصدي على الاشخاص، انا فاهم ان انت بتتكلم في كل ما تخش مثلا عند حد، وخصوصا الناس المؤثره بالايجاب وكده، انت فاهم، بتلاقيهم هفهمك في العربيه، حطوا الحاجات في الشنطه. انت تعرف في واحد اسمه محمود اسماعيل يوتيوبر، لو تعرف؟ يا حبيب قلبي. ها؟ حبيب قلبي. كان عامل فيديو عن تعظيم الشخصيات عموما يعني. احنا عاوزين ننقل الفلوج يا جماعه. اليوم كان جامد جدا، بيس. وانا كنت عاوز انقل اليوم ده ليكوا يعني، عشان الناس اللي ما جاتش. جبنا الغنايم طبعا، وجبنا الغنايم، دافعين فلوس كتير يا حازم. ها؟ لا مش ايه؟ حازم بيشوف الفلوجز، انت ما تعرفش؟ لا عادي بيشوفها، دافعين فلوس كتير واحنا بندعم الكوميونتي وكل الحاجات الجامده. بس والله بنحبكم في الله يا جدعان، والله بجد بجد. بس كده نقول سلام. هاتوا 2 ليمون يا جماعه. الطريقه عامله ايه؟